وزارة التربية أهم، أنا وجهة نظري أنها ربما تكون أهم وزارة في الحكومة من غير تقليل من شأن باقي الوزارات. وزارة التربية هي تتولى مسؤولية بناء الإنسان، يعني أكثر جهة في الكويت أو في الدولة تتولى مسؤولية بناء الإنسان هي وزارة التربية. وزارة التربية نأتمن عليها أبنائنا في التربية والتعليم، ونضعهم أمانة في أيديهم من الأخوة المربين الفضلاء المدرسين المعلمين والمعلمات أو الإدارة المدرسية أو الوزارة كوزارة مشرفة على العمل التعليمي والتربوي في الكويت. التعليم والتربية الأخ الرئيس، يمكن سبقوني كثير من الأخوة في الكلام لبيان أهميته. وحزب العمل دخل الانتخابات اللي فاز فيها كان الأساس مع الحملة الانتخابية رفع مستوى التعليم ومعالجة الخلل التعليمي في بريطانيا. يعني لما حزب يدخل حزب العمال يدخل المعركة الانتخابية ضد حزب المحافظين ويضع البند الرئيسي في حملة انتخابية للتعليم، معناها يعرفون شنو أهمية التعليم. الأخوة التربويين يعني الأمانة هم أهل الثقة، لكن أنا أريدهم بس يستشعرون مسؤوليتهم وأهميتها في البلد. أنتم أهم شريحة وأهم مسؤولية عليكم، وأكبر أمانة ملقاة على عاتقكم. عندكم المعلم اللي يربي عيالنا ويعلمهم، عندكم الطالب اللي احنا ابنائنا وابناء المواطنين يظهرهم امانه بين ايديكم من اجل تعليمهم تربيتهم. المعلم ما يعلم بس، المعلم مربي بالدرجه الاولى، لان اذا جاني انسان مواطن كويتي عنده علم لكن ما عنده تربيه، ما عنده شعور بالمسؤوليه، هذا العلم ما راح ينفعني، لانه ربما يوظفه ضد بلده لمصلحته الشخصيه للفساد. لكن اذا تربى عدل سيبني هذا البلد، لأن أخذ العلم وأخذ التربية الصحيحة.